بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في قناتكم مطبخ فاطمة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة وعافية. وصفتنا لنهار اليوم هي توفيا كراميل أو نيسلي كراميل. هذه الوصفة ناجحة 100%، وكنت من قبل حضرت معكم الحليب المركز المحلى، واليوم قررت نبارطاجي معكم هذه الوصفة. تابعوا معي فقط المقادير وطريقة التحضير، وحطوا لي الجيم والاشتراك في القناة إذا كنت أول مرة تزوري القناة. بالنسبة للمقادير، عندي 2 كيسان سكر عادي و2 كيسان حليب. هذه كخطوة أولية. واش ندير؟ عندي في كاسرونه ولا في قدر نحط كاس سكر الأول، وهنايا كنت حطيته على نار متوسطة. السر في هذه الوصفة المراحل تاع الوصفة مش المقادير. تبعوا الخطوات باش تنجحوا فيها. الخطوة الثانية راح نضيف كاس سكر ثاني مع 2 كيسان حليب، ونخلط هاد المكونات مليح مع بعض حتى نتأكد انه السكر ذاب تماما. من جهة اخرى كنت دائما نقلب هذاك السكر اللي على النار. بعد ذلك ضفت 2 ملاعق مايزينا للخليط الثاني كما راكم تشوفوا، وكل مرة كنت نحرك السكر حتى يبقى يذوب. كما راكم تشوفوا هذه الوصفة ناجحة 100%، على بها حبيت نبارطاجيها معاكم. وكنت عملت حلوى من قبل بهذه الوصفة، وراح نحط لكم الوصفة تاع الحلوى في صندوق الوصف. تابعوا معايا برك الخطوات. هنايا بعد ما تأكد انه السكر ذاب يبقاو الحبيبات الكبار فقط، راح نذوبهم بالملعقة الخشبية. ولازم ما تخلوش يتحرك باش ما يجيكمش الكراميل تاعكم مر. هنا نبقى نقلب في هذاك الخليط حتى ياخذ هذا اللون ونتأكد أنه السكر ذاب تماما. هنا نبقى نضيف ملعقة كبيرة تاع مارغرين أو زبدة حسب المتوفر عندكم، ونبقى نخلط. السر أنه هذه الزبدة راح تخلي لكم السكر ما يرجعش يتكرمل. بعد ذلك كي نتأكد أنه الزبدة دخلت تماما راح نبقى نضيف في الخليط الثاني، وراح نحطه على دفعات. وهنا لازم تحاذروا خاصة المبتدئات لأنه الكراميل يكون سخون. كما راكم تشوفوا مع التحريك المستمر على نار متوسطة. نبقى نخلط بالفوي حتى نشوف الخليط تاعي بدا يثقل. وهذه الوصفة تقدروا تعملوا بها حلويات ولا باتيسري ولا تحليات، وراح نقدم لكم بها العديد من الوصفات. ثم برك ابقوا اوفياء للقناة، وما تنسونيش بجيم والاشتراك اذا كنتي اول مرة تزوري القناة. المهم نبقى نخلط في هذاك الخليط حتى نشوفه بدا يثقل. بعد ذلك نميكسيه، وهذه الخطوة اختيارية. هنا برك باش يمتزج لي الخليط جيدا. بعد ذلك ضفت له ملعقة صغيرة من عطر الكراميل، عطر وذوق الكراميل إذا كان متوفر عندك. وراح نصفي الخليط تاعي. شوفوا هنا الكمية اللي عطاها لي جات ما شاء الله، وراح يبقى مدة طويلة تحطيه فقط في الثلاجة مش راح كامل يخسر لك. هنا صفيته من كامل الحبيبات، وراح نغطيه بالورق تاع السيلوفان. هنا برك ما يديرلكش قشرة، وتخليه يبرد تماما. كل ما يبرد كل ما يزيد يثقل. هنا راني جبته برك باش نوريكم الوصفة. هنا زيدوا خلوه يبرد اكثر واكثر، كل ما تخلوه يزيد يثقل اكثر واكثر. هنا راني جبته برك باش نوريكم بعد ساعة حطيته في الثلاجة فقط. هذه الوصفة ناجحة، ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. تهلاو في رواحكم والى اللقاء.